السلام عليكم إخوان الأخوات، أهلا وسهلا بكم، وشكرا لكم على الدعم اللي قدمتوه للقناة مؤخرا. ونتمنى الناس اللي ما انضموش للقناة ينضموا ليها، وما ينسوش يدعمونا بلايك وتعليق، لأن هاد الأبجديات هي اللي أو هاد الحركات هي اللي كتخلي الخوارزميات ديال اليوتيوب تحط الفيديو في الواجهة والقناة في الواجهة، ويكون عندها مردود إيجابي. فقبل ما ندخلوا في التفاصيل، هاد المقطع ديال هاد الفيديو هو كيرجع الى ربما 8 سنوات قبل ابان الزياره اللي قام بها جلاله الملك محمد السادس الى تونس من بعد التفجيرات او الهزات الامنيه والارهابيه اللي عرفتها تونس، واللي خلات عطات كانت ضربه موجعه للقطاع السياحي في تونس. وكنعرفوا النسبة ديال المساهمة ديال قطاع السياحة في الناتج الداخلي الخام ديال تونس. فمن بعد ضربات إرهابية متتالية أودت بحياة العديد سواء سياح أجانب أو محليين، تونس كتعرف واحد الركود اقتصادي وأزمات متتالية. وهاد الفترة كان فيها المنصف المرزوقي هو اللي كان رئيس ديال تونس، نقدروا نسموها مرحلة انتقالية. وبالتالي كيف ما شاهدتوا في المقطع ديال الفيديو، فجلالة الملك كيتجول في الأحياء الشعبية بدون بروتوكول لإعطاء نفس جديد ولإعطاء اطمئنان بأن تونس هي وجهة سياحية آمنة ولا داعي للخوف من الذهاب إلى تونس. وهذا الشيء اللي العصابة اللي كانت في الجزائر، العصابة ديال هذيك الساعة ولا العصابة ديال دابا، ما تقبلوش من الملك ديال المغرب انه يمشي يدير لهم عطاهم كما نقولوا ديك الدفعة معنوية للقطاع السياحي في تونس. على قيس سعيد خص يقارن هذاك المقطع ديال هذاك الفيديو مع هاد الصورة اللي استقبل فيها بن بطوش وبالطريقة رسمية وفي المطار واستقبال في المكتب والدرابو ديال تونس والدرابو ديال بدعوى راه هو مدعو من طرف هذاك الإطار الاقتصادي اللي كيجمع بين الدول الإفريقية واليابان وإلى آخره. فدول عديدة استضافت هذاك المؤتمر كما داروش استقبال رسمي لهذاك البن بطوش. كيجي بحال معارض عليه حد، كيجيب العراضه. لكن تونس قيس السعيد أرادت غير ذلك، أرادت صب الزيت على النار، وكأن قيس سعيد لا يعرف مدى الجرم اللي ارتكبه في حق المغرب بهذيك الطريقة، وهي استفزازية. أكيد لأنه مغلوب على أمره، لأن العصابة الجزائرية فارضة عليه وعطاتو كتعطيه 300 مليون دولار اللي كانت سوريا هي راه بترول وغاز بمقابل، زائد حتى في العهد ديال اللي كان قبل منه القيد السبسي حتى هو نفس الشيء خدا 450 مليون دولار كله ضد في المغرب خلال مؤتمر تعقد في تونس من أجل دراسة الوضع الليبي. وآنذاك كان ديجا قبل من هذاك المؤتمر داروا مؤتمرات ديال الصخيرات ديال الصلح ما بين أشقاء ليبيين أو الفرقاء الليبيين. وبالتالي 450 مليون دولار، تخيلوا 450 مليون دولار من أموال الشعب الجزائري تعطات لتونس كوديعة، تحطات في البنك المركزي مقابل عدم ذكر اتفاق الصخيرات في هذاك في البيان الختامي ديال هذاك المؤتمر اللي كيتعلق بليبيا، من اجل عدم ذكر جوج كلمات: مؤتمر الصخيرات. واللي كان تكلف بها هذاك في هذاك الوقت وكان مكلف بها هو عبد القادر مسال اغبر، حتى انت غيعاودوا يجبدوه.
يرجع حتى هو مع الموجة الماجية. باش تعرفوا الخبث ديال العصابة اللي هي جزائرية. الآن بعد الحادث الأليم اللي عرفوا المغرب ديال حادثة السير التي أودت ب 24 شخص، حياة 24 شخص رحمهم الله، كتجينا برقية أو رسالة تعزية من وزارة الخارجية التونسية تضامنا مع الأسر ومع المغرب وتعازيهم الحارة وإلى آخره، وإنا لله وإنا إليه راجعون. من شحال هذا ما شفنا بحال هاد الرسائل. يمكن قيس سعيد كان بدا يرجع ليه عقلو، كما تنقولوا حنا بالعامية، بدا يطير منه التمن، بدا يفيق، ولا السحور الجزائري بدا يحيد، خصهم يعاود ليه واحد اخر. قيس سعيد مغلوب على امره، رغم ذلك هو مغلوب على امره، لانه الا ما جاش في حالتي لما ما مشاش مع العصابه فهي غتفجر لي تونس كامله بالارهاب، لان التفجيرات اللي من قبل كلها صنع جزائري 100% من اجل ارغام تونس على الخضوع. الان طلب الاخر اللي هو موجه لقيس سعيد من طرف العصابه هي فتح سفاره ديال بوليزاريو في تونس. الشيء اللي ما وصلوش ليه ربما، ما عرفتش انا قيس سعيد كيفاش هادي دار فيها عقله، كان بعقله في هاد القضيه ما قبلهاش، لا ادري. المهم كانت عليه ربما ضغوطات، ربما المهم ولا كيواعدهم انه من بعد غيفك هاد المشكل، ما كاين ليهم والو. فالان هاد الرساله اللي هي جات المغرب، واش هي في علم الكابرانات؟ واش خدا الاذن هاد وزير الخارجيه من عند الكابرانات الجزائريين او لا؟ هذا هو السؤال المطروح. انا في اعتقادي انهم اللي غادي شوفوها اطلعوا على الكابرانات غيديروا على اجتماع ديال مجلس الامن ديالهم، مجلس الامن القومي اللي كيجمعوه دائما. الموضوع هو هو تدارس هذيك القضيه ديال هذيك رساله التعزيه اللي وزير الخارجيه ديال تونس كيصيفطها للمغرب، وطراو شحال من حوايج، والاشاره في انه راه من قبل راه ممنوع منعا كليا على اي وزير تونسي يجي للمغرب منذ مده، منذ زمان تقريبا، راه منذ ذهاب المنصف المرزوقي، يعني قيد السبسي وزيدهم هاد الاستاذ اللغه العربيه اللي عندهم اللي كاين دابا، يمنع منعا كليا الا ما تعطاتهمش الضوء الاخضر من الجزائر ما يجيوش للمغرب، وما عمره ما يتعطاهم الضوء الاخضر. وفي حال الا كان شي لقاء عرضي يعني في شي بلاصه راه غيمشي غادي نعيطو يسولو يقول لي اش قال لك واش قلتي لي، لان العصابه تحكمت في تونس واغتنمت الفرصه ديال الوضع اقتصادي متردي الى اخره، وتشاحن سياسي ما بين الاحزاب، هذه احزاب دينيه وهذه احزاب ليبراليه الى اخره، حزب النهضه مع الاحزاب الليبراليه الاخرى، اغتنمت الفرصه وتغلغلات تونس، سواء لا من الناحيه الامنيه او لا من الناحيه الارهابيه ان صح التعبير. دابا بس من السهل جدا القيام بعمليه ارهابيه في تونس، لان العصابه واضعه المخابرات ديالاتهم، واضعه العسكر ديالاتهم الارهابي دار تمايا، عرفوا بزاف ديال الحوايج، وغير مستبعد اننا في الايام القليله القادمه نسمعوا في تونس راه تفجير في مطار ولا في اوطيل سياحي، ويزيدوا يكملوا، خصوصا بعد ما وضعوا الحواجز على في المعبر ديال ام الطبول والى اخره، يعني تدخل وانت مريزيرفي في الاوطيل، ما تدخلش تبقى تدور في البلاد، ويقول لك حنا كندعموا السياحه التونسيه باش نعاونوهم في الاقتصاد. بالعكس، الناس ما تسوى ريال، وبنادم عندك كيمشي قاتلو الجوع، كيمشي ياكلوا هذاك الشيء اللي عند التوانسه، ياكلوا له مرزقهم ويدخلوا، ما عمرهم شافوه، عمرهم شافوا الديسير، يمشيو ياكلوا التوانسه ويتموا جايين، كاين لا دعم سياحي لا والو، لا دعم اقتصاد لهم يحزنوا. الرساله الان التعزيه
اللي توصل بها المغرب، هل هي بداية انفراج في العلاقات التونسية المغربية دون علم الكابرانات، أو لا وسيلة ضغط من قيس سعيد على السلطات الجزائرية باش يزيدو يعطوه شي 500 مليون دولار أخرى، ولا البترول فابور، ولا باش ما يجي حتى شي وزير. حيت من بعد هذيك رسالة التعزية ضروري غنشوفو من بعد أن وزير غيجي وزير تونسي غيجي للمغرب، ولا فرقة تونسية غتجي تستعد في المغرب، والكرة ديال الرياضة. المهم هاد المسائل ضروري ما غنشوفها في الأيام القادمة. كذلك إلا وقع هادشي، كذلك من المحتمل جدا، هذه رسالة للأشقاء التونسيين، ردوا بالكم، العصابة ما غتفلتش ليكم هذيك الرسالة التعزية اللي صيفطوا للمغرب. غتقوم بانفجار، وخا بيموت حتى واحد، وخا عرضي، وغير يصيفطوا لكم رسالة يقول لك تضامنا مع الشعب التونسي الشقيق من الشعب الجزائري، من الرئيس عبد المجيد تبون لأخيه وشقيقه. هاد أخيه وشقيقه كيقولوا على كاع العالم كامل. فرنسا اخواته اشقاء، الطاليان الاخوات ديالو اشقاء ديالو، الرواس، جميع الاجناس كلهم اشقاء واخوان الرئيس تبون والشعب الجزائري الشقيق. فمن المحتمل جدا أن تكون عملية إرهابية هي جزائرية، صنع جزائري 100%. أي حاجة تطرف في هذا الموضوع في تونس هي صنع جزائري كابراني 100%، لا غبار في ذلك، والأيام بيننا. نتمنى يكون هادشي اللي تنقول خاطئ وما تتوقعش للتوانسه هاد المسائل، لان غتكون ضربه قويه للاقتصاد التونسي اللي هو اصلا ضرباته العصابه، ضرباته القوه المضروبه في شمال افريقيا اللي هي الجزائر. الاقتصاد التونسي حطماته الجزائر، خلوهم غارقين على رؤوسهم. بقوا يقدروا يقوموا حتى بشي زياره لشي دوله دون الاذن من العصابه. يستقبل رئيس دوله ولا يجي وزير دوله، يعيطوا في التليفون، ولا وزير خارجيه غادي يجري تونس، ولا معيطي الوزير الاول التونسي يجي ويقول لك اللي كانت اللي من قبلها اش كيف ما دايرين مع وزيره الخارجيه دابا ديال ليبيا ذهبيله تاهي نجلاء المنقوش، هاك عيطوا لها تمشي يجري. اتمنى الا يحدث هذا للشعب التونسي الشقيق، والايام بيننا. نتمنى تكون الفيديو نال الاعجاب ديالكم، وبارطاجيتوه مع صحابكم، ودرتوا لنا لايك وكومونتير، وشكرا لكم. الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.